الفطير المشلتت من ألذ الحاجات اللي ممكن نعملها في أيام البرد والشتا. أسعاره بدأت تبقى غالية الواحدة بتبدأ من 60 جنيه صغيرة، فإحنا النهارده هنقدّم بنُص كيلو دقيق بس هنعمل 3 فطيرات مقاس 22 أو 24، هتبقى جميلة جدًا وموفّرة وطعمها لذيذ طبعًا لإنها معمولة في البيت. معايا هنا نُص كيلو دقيق، معلقتين من السكر، ربع معلقة من الملح، كوبايتين من المَيّة الدافية، وباعجن العجينة كويس وباسيبها ترتاح ساعة، بعد كده باقطّعها عشان أنا هاعمل 3 فطيرات، هاقطّع 3 حجم كبير و9 حجم صغير. هنا باحُط السمنة البلدي السايحة، وباحُط معلقة من النشا، معلقة من السكر، معلقة من الدقيق. بابتدي أفرد العجينة وبين كل طبقاتها باحط من الخليط اللي أنا عملته، بعد كده باطبّقها على شكل ظرف وباسيبها وكل فطيرة باعملها 4 طبقات، بعد كده باحط الطبقة الأولى في الطبقة التانية، وبعد كده باسيبها في الصينية شوية وبافردها وباحط على وشها القشطة، بتدخل فرن حامي وبتطلع زي ما إحنا شايفينها كده لذيذة وشكلها جميل جدًا وطعمها بيبقى خطير وطرية، وعبارة عن طبقات رقيقة جدًا أرق من الجلاش. أتمنى إن هي الطريقة سهلة وتكون عجبتكم، وده منظر الفطير بعد ما طلع. هنقدمها في وجبة الفطار أو وجبة الغدا آآ مع الجبنة والعسل والجبنة التركي والجبنة القديمة طبعًا دي رمز مع الفطير لازم بتبقى موجودة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.